السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم من تاني بوصفة سريعة جدا، وهي المخلل على الطريقة الألمانية. الفلفل الرومي هنخلله على الطريقة الألمانية، محشي بالجبنة. طريقة سهلة سريعة وفي منتهى اللذاذة اللي في الدنيا. هتاخدوها مع الفطار بتاعكم، صدقوني هتستمتعوا بيها جدا. وصفة من ألذ ما يكون. هتعملوها بفلفل بارد، فلفل حار، حسب اختياركم والتست بتاعكم. بنجيب فلفل رومي اخضر او احمر، يعني ننقي اصغر حبايه موجوده. انا كنت استخدمت قبل كده حبايه صغننه عن كده كمان، بس للاسف طلعت شويه فيها مراره، مش عارفه. يعني طعم الفلفل هنا الصغنن قوي ممرر، حتى ما دقته لوحده ممرر يعني. فجبت حبايه اكبر شويه وقلت اجربها معاكم ونشوف التست بتاعها عامل ازاي. بس هما بيستخدموا الحبايه الصغيره، وسبحان الله بتبقى مسكره اصلا. فانا جبت الفلفل ونضفته كويس وجهزت جبنه فيتا وهرستها كده تبقى كريميه شويه. ممكن نستخدم قمع، ممكن بالمعلقه، ونبتدي نحشي كده ما نملهاش قوي. وهكون مجهزه بطرمان عندي او حتى علبه، بس اهم حاجه ان انا اكون معقماه كويس. وهبتدي ارص الفلفل بتاعي بعد ما احشيه، تبقى الجزء اللي فيه الجبنه من تحت، والجزء التاني هو العلوي بالشكل ده، والباقي هرصه من فوق. تمام. بعد كده اختياري، ممكن نحط حبة البركة. بصراحة لا، لقيته بحبة البركة تحفة. حتى الصوص نفسه اللي طالع منه نقدر ان احنا مع الفلفل ناكل بيه، حلو جدا. بعد كده بجهز حوالي كوبايتين من المية، وعليهم حوالي معلقتين كبار من الملح وست معالق من الخل، واقلبهم كويس جدا جدا جدا. واعمل تغطية للفلفل بتاعنا. طبعا يعني الصوص ده او المية بنعملها حسب الكمية اللي احنا بنستخدمها. جربوا الأول في كميات صغيرة، عشان لو عجبتكم تقدروا بعد كده ان انتوا تعتمدوها كوصفة على طول موجودة عندكم مع الفطار بتاعكم. بعد كده بجيب حوالي نص فنجان من زيت الزيتون واحطه على الوش زي ما انتوا شايفين كده. وبالمعلقة او شوكة ابتدي اغطس شوية الفلفل في المية اللي بالخل علشان التسوية. وهجيب كيس تلاجة واحطه واقفل عليه بغطا محكم واحطه في التلاجة 3 4 ايام. بنبص نلاقيه استوى ما شاء الله، ونطلع وناكل منه. ويعني مش عايزه اقول لكم طعمه قد ايه حلو. بجد لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. وان شاء الله استنوني بقى الفتره دي، هنعتمد مع بعض وصفات للعيد الاضحى مناسبه جدا. هنعمل شويه وصفات حلوه تكون موجوده على سفرتنا في العيد. كل عام وانتم بألف خير، واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا، والسلام عليكم.